أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة تحليل مباريات الدوري، ومنها نعرف أسباب نزيف النادي الأهلي للنقاط الموسم ده. معانا أول ماتش وهو ماتش الأهلي ومودرن سبورت اللي خلص بنتيجة 1-1. أول لقطة معانا هي لقطة هدف التعادل لنادي مودرن سبورت، الهدف اللي أساسه فاول للنادي الأهلي. نبص الأول صورة وهي اللي قدامكم دي. هنا الكورة رجعت لحارس الأهلي مصطفى شوبير، اللي عنده على يمينه لاعب فاضي أو إنه يشتت الكورة لقدام، لكنه اختار الحل الأصعب وعمل باص لكريم فؤاد اللي متراقب مراقبة صعبة عشان تتقطع الكورة وتكمل الهجمة الجول. هنرجع بقى للحظة قطع الكورة، وهنا في الصورة باين تدخل لاعب مودرن سبورت على رجل كريم فؤاد، وللأسف الحكم ما حسبش أي فاول عشان تكمل الكورة، وطبعا الكورة ما فيهاش أي تسلل نهائي. ادي هدف كان المفروض يتلغي. نيجي لتاني لقطة وهي ما قبل الركنية اللي جه منها الهدف التاني لمودرن سبورت، وهنا نفس المهاجم مع كريم فؤاد برضه. المهاجم زق كريم فؤاد بإيده عشان يختل توازن كريم فؤاد ويلعب الكورة وهو واقع على الأرض، وتخرج ركنية ويجي منها الهدف التاني. وبرضه بسبب الحكم النادي الأهلي يضيع عليه فرصة إنه يحصل على أول 3 نقاط في الموسم، وتكون دي البداية اللي كان بيحاول يتلاشاها النادي الأهلي. مستني رأيكم في الكومنتات إذا كان قرارات التحكيم صحيحة ولا لأ.